النهاردة هنتكلم على الحركة والتدريبات والترايض بشكل عام. هل هي حاجة أنا عايزها ولا حاجة أنا محتاجها؟ ولازم يبقى عندنا يقين تام إن الرياضة دي من الحاجات الأساسية واللي حاجة أنا فعلا جسمي محتاجها، ولازم نربي أولادنا على الكلام ده، إن الرياضة دي شيء أساسي في حياتك وشيء أساسي في يومك. للأسف العادات والتقاليد بتاعتنا بتأثر علينا كتير، فإحنا دايما بنشوف إن الرياضة دي شكلين: يا اما حاجه فيها دلع ومرقعه وان هو لا شوف ده رايح يتمرن وسايب اللي وراه، وشوف دي رايحه بتعمل ايه وسايبه بيتها ومهتميه بجسمها، شوف ده كبير بس لسه مهتم بشكله، ده مش عارف ايه. والجزء التاني تضييع الوقت، ده هيضيع مستقبله، ده ما بيذاكرش عشان ينزل يلعب كوره، ده مهتم قوي بالتمرين وسايب مذاكرته ومش مركز في مستقبله، ده هيضيع مش عارف ايه. كلام كله محبط، و في شيء من الاستهتار والاستهوان بالحركة وبالرياضة وبالاهتمام بالصحة. فزي ما بقولكوا دايما الناس اللي حوالينا والعادات والتقاليد القديمة بتأثر علينا كتير، ان احنا دايما قصة الاهتمام بالصحة دي بتيجي اخر حاجة. يعني الاكل كل اللي انت عايزه، حتى في الامثلة يقولك محدش بيبات من غير عشاء. لا، في والله ناس كتيرة بتبات من غير عشاء عشان صحتك وعشان جسمك يبقى كويس وعشان تبقى خفيف. فاحنا دايما عندنا حاطين الرياضة دي اخر حاجة، يعني دايما بنبص لها بنظرة الدلع وعدم الاهتمام بالمستقبل، ولكن انت مش فاهم ان صحتك دي اغلى حاجة عندك، ودي اكبر هبة ربنا مديها لك، ودي اكتر حاجة لازم تحافظ عليها عشان مستقبلك اصلا يبقى كويس. انت مش تعرف الكلام ده غير لما تكبر، او غير لو لا قدر الله حصل لك مشكلة. لكن انت لو انت مهمل في صحتك ومهمل في اكلك ومهمل في الرياضة، لما تكبر انت هتتحرك ازاي؟ انت مفاصلك هتبقى كويسة ازاي؟ عضلاتك هتبقى كويسة ازاي؟ حاجات كتير قوي ممكن تستمتع بيها في حياتك هتفوتك لو انت صحتك مش كويسة. مش عارف تسافر، مش عارف تخرج، مش عارف تتنطط، مش عارف تنزل تلعب مع اصحابك. كل ده هيفوتك لو انت مش مهتم بصحتك وباكلك. فلازم تبقى عارف كويس ان الرياضة دي حاجة، وهي حاجة من الاحتياجات المهمة جدا في حياتك وفي يومك، ولازم تعلم ده لأولادك وتفهمهم ان دي حاجة يومية مهمة جدا لازم يتعودوا عليها، ولازم انت كمان تبتدي تغير من نفسك لو ده مش الاسلوب الحياة بتاعك. للأسف احنا بنعرف ان هي احتياج امتى؟ اول لما الدكتور يقولك انت مش هتخف غير لما تبتدي تحرك مفاصلك. اول ما الدكتور يقولك انت الجزء ده سواء ظهرك بقى ركبتك كتفك مش هيخف غير لما تبتدي تعمل التمرينات دي، تهتم بجسمك وتهتم بصحتك وتبتدي تتحرك. وهنا كل الكلام اللي قلته في الاول بيبتدي بقى يدور في راسك. لما كنت بتقول لا انا ده لعب، لما كنت بتقول ان ما ينفعش ابدي الرياضة عن المذاكرة، لما كنت بتقول ان ده كلها تضييع وقت وان انا بضيع مستقبلي، هو مش تضييع وقت. اهتمامك بصحتك وبالرياضة ما ينفعش يبقى تضييع وقت، لان انت كده كده آجلا أم عاجلا هتحتاجها، بس مش لازم يجي احتياجك الرياضة لما تتعب ولما تقع ولما يبقى عندك مشكلة كبيرة ومش هتتعالج غير بالرياضة وبالحركة. في أمثلة لناس كتيرة جدا ناجحة وغنية جدا وكلهم ما يقدروش يستغنوا عن الرياضة. حد زي إيلون ماسك في كل مقابلة ليه بيقول إن هو ما ينفعش يفوت أسبوع من غير ما يتمرن على الأقل مرتين في الأسبوع، وإن دي من أكتر الحاجات اللي بتفوقه وبتديله طاقة وبتخليه يقدر يكمل شغله. حد زي مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك، مارك من قبل ما يدخل في قصة الفيسبوك وهو أصلا رياضي، ولازم على الأقل في الأسبوع بيتمرن 3 مرات أو 4 مرات. هو بيتمرن عادي، بيتمرن جيم وبيتمرن ألعاب قتالية حاجة زي MMA وما شابه يعني. فدي برضو من الحاجات الأساسية. زاك دورسي كو فاوندر بتاع تويتر، الراجل ده بيقول ان هو كل يوم بيصحى الساعه 5 الصبح بيتمرن على الاقل من ساعه لساعه ونص كل يوم، ودي حاجه هو مواظب عليها، وبيقول ان من غيرها ما بيقدرش ينتج، ما بيعرفش يشتغل. تيم كوك CEO بتاع ابل نفس الكلام، كل يوم الساعه 4 الصبح بيقوم يتمرن على الاقل ساعه كل يوم، على الاقل 5 مرات في الاسبوع. والناس دي مش بقولكوا هي غنية فعندها وقت ان هي تتمرن، لا، الناس دي عشان بتتمرن وعشان مهتمة بجسمها فكان عندهم طاقة ان هم ينتجوا. والناس دي لما اتقدمت في السن ما كانش عندها المشاكل الكتير اللي بتحصل لناس كتير، فبيقدروا ينتجوا، بيبقى عندهم استمرارية اكتر في الشغل. المختصر المفيد: الرياضة والحركة مهمة زي اي حاجة في حياتك، مهمة زيها زي المذاكرة، مهمة زيها زي الشغل، مهمة زيها زي اي حاجة تانية.
حافظ عليها، لان هي دي اللي هتخليك تقدر تكمل وتستمر في اللي انت بتحبه واللي عايز توصله.